ببدأ لكم بقصة عن شاب عجيب وغريب. كنا في جدة في بيت الوالدة الله يحفظها في صباح يوم الجمعة، وعند الضحى سألت خالي: وش رأيك يا خال نطلع مكة نصلي الجمعة هناك ونرجع على طول؟ قال: فكرة طيبة، نشرب الشاهي ونطلع. قلت: الآن قبل ما يكسلنا الشيطان، ولك علي أشتري لك شاهي عدني من الخط ما حصل أبد، لجل نلحق ندخل الحرم قبل الزحمة. اليوم جمعة كل أهل مكة يصلون هناك. وحنا في الطريق السريع لفت نظري قبل مكة حوالي 45 كيلومتر تقريبا في الناحية الثانية من الخط بيت أبيض من بيوت الله، مسجد. ولفت نظري يا أخوان لعدة أشياء. أولا لونه أبيض رائع والمئذنة عالية شوية. ثانيا مبني على أسفل سفح جبل، أو ممكن تقولوا على تلة تقريبا، الشيء اللي يخلي الوصول له صعب شوية خاصة على كبار السن. وإن كان واضح إن اللي بنى المسجد على هالصورة وفي هذا المكان بناه لجل يبان للناس من بعيد إن هالمكان فيه مسجد. ثالث شيء لفت نظري إن المسجد كان مهدوم تقريبا، أو بمعنى صح كان عبارة عن ثلثين مسجد، والجزء الخلفي مهدوم تماما، ما فيها أبواب أو حتى شبابيك، مجرد مسجد مهجور مرتفع على الأرض. مدري ليه بقى منظر هالمسجد في قلبي وصورته ما فارقت خيالي أبد. وصلنا مكة ولله الحمد، ووقفنا السيارة خارجها لأن الزحام كان شديد، وصلينا وسمعنا الخطبة ولله الحمد. بعد الصلاة ركبنا سيارتنا ورجعنا، وللمرة الثانية مدري ليش ظهرت صورة نفس المسجد في بالي، نفس المسجد الأبيض المهجور. جلست أكلم نفسي، بعد شوية يظهر لنا المسجد، وجلست ألتفت لليمين وأنا أسأل نفسي وينه. أذكر أن جنبه مبنى المعهد السعودي الياباني حوالي 500 متر، وكل واحد يمر بالخط السريع يقدر يشوفه. مرينا بجانب المسجد وطالعت فيه، لكن لفت انتباهي شيء: سيارة كانت فورد لونها أزرق واقفة جنبه. ثواني مرت وأنا أفكر وش موقف هالسيارة هنا، وش عندها راعيها. وبعدين اتخذت قراري، هديت السرعة ولفيت لليمين ناحية المسجد ليقضي الله أمرا كان مفعولا. وخالي مذهول يسألني: خير وش فيه؟ خير صار شيء؟ اتجهت لليمين من عند المعهد السعودي الياباني في خط ترابي حوالي 500 متر، وبعدين يمين مرة ثانية، بعدين داخل أسوار لمزرعة قديمة، لين توجهت للمسجد. سألني خالي: يا ابن الحلال وش فيك؟ رد علي. قلت: أبد، بشوف راعي هالسيارة وش عنده. قال: مالنا ومال الناس. قلت: خلينا نشوف وبالمرة نصلي العصر، أعتقد أذن خلاص. شافني مصمم ومتجه بقوة للمسجد، راح سكت. وقفنا السيارة ووصلنا للمسجد، إلا وصوت عالي يرتل القرآن بصوت عذب، كله بكى وخشوع، ويقرأ من سورة الرحمن، وكان يقرأ هذه الآية بالذات: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فكرت إننا ننتظر خارج المسجد نستمع لها القراءة، لكني قلت خلينا ندخل نصلي بالمرة. وحبيت أشوف صاحب هذا الصوت وأشوف وش اللي يصير داخل المسجد المهدوم ثلثه، واللي حتى الطير ما تمر فيه. دخلنا المسجد إلا وشاب حاط سجادة صلاة على الأرض، وفي يده مصحف صغير يقرأ منه، وما كان هناك أحد غيره، وأكد ما كان هناك أحد غيره. قلت: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نظر لنا وكأننا أفزعناه، مستغرب، وبعدين رد: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سألته: صليت العصر؟ قال: لا. قلت: طيب أذنت؟ قال: لا. كم الساعة؟
قلت وجبت خلاص. أذنت أنا، ولما جيت أقيم الصلاة لقيته ينظر ناحية القبلة ويبتسم. غريبة ابتسامته، يبتسم لمين؟ إيش السبب؟ وقفت أصلي إلا وأسمع الشاب يقول جملة طيرت عقلي تماما. قال بالحرف الواحد: أبشر جماعة مرة واحدة. نظر لي خالي متعجب، وتجاهلت خالي لأن بي مثل الحيرة اللي بيه، وبعدين كبرت للصلاة وأنا عقلي مشغول بهالجملة: أبشر جماعة مرة واحدة. يكلم مين؟ ما معانا أحد. أنا متأكد أن المسجد كان فاضي، يمكن أحد دخل من غير ما أشوفه. هل هو مجنون؟ ما أعتقد أبدا. طيب يكلم مين؟ صلى خلفي وأنا تفكيري منشغل به تماما. بعد الصلاة جلست ولفيت لهم وجهي، ويوم أشر لي خالي لجل نمشي قلت له: روح انت استناني في السيارة، الحين أنا لحقت إن شاء الله. نظر لي خالي كأنه خايف علي من هذا الشخص الغريب اللي واقف عند مسجد مهجور، اللي يقرأ القرآن في مسجد مهجور، اللي يبتسم للقبلة، اللي ما ندري يكلم من. يوم يقول أبشر جماعة مرة واحدة. أشرت لخالي أني بجلس، وبعدين طلع خالي ونظرت الشاب وكان ما زال يسبح الله عز وجل. وبعدين سألته: كيف حال الشيخ؟ قال: بخير والله الحمد. سألته: ما تعرفت عليك؟ قال: فلان ابن فلان. قلت: نعم والله، فرصة سعيدة يا أخي، بس الله يسامحك أشغلتني عن الصلاة. سألني: ليش؟ قلت: يا أخي وأنا أقيم الصلاة سمعتك تقول أبشر جماعة مرة واحدة. ضحك وقال: وش فيها؟ قلت: ما فيها شيء، بس أنت كنت تكلم مين؟ ابتسم ونظر للأرض وسكت لحظات وكأنه يفكر: هل يعلمني ولا لا؟ هل حيقول كلام أعجب من الخيال، أقرب للمستحيل، يخليني أشك إنه مجنون، كلام يهز القلوب ويدمع العين، ولا يكتفي بالسكوت؟ قال: لو قلت لك رايح تقول علي مجنون. تأملته زين، وبعدين ضميت ركبتي لصدري لجل تكون الجلسة أكثر حميمية، أكثر قرب، أكثر صدق، وكأننا أصحاب من زمان. قلت: ما أعتقد أبدا أنك مجنون، شكلك هادي جدا، وصليت معانا ولا سمعت لك حرف. نظر لي وبعدين قال كلمة نزلت علي مثل القنبلة، خلتني أفكر فعلا: هل هذا الشخص مجنون؟ قال: كنت أكلم المسجد. قلت: نعم. قال: كنت أكلم المسجد. سألته لجل أحسم هذا النقاش بسرعة، والمسجد رد عليك؟ تبسم وبعدين قال: ما قلت لك حتقول عني مجنون؟ من متى الحجارة ترد يا أخي؟ هذه مجرد حجار. قلت: كلامك مضبوط، طيب طالما أنها ما ترد ليش تكلمها؟ سألني: هل تنكر إن منها ما يهبط من خشية الله؟ قلت: سبحان الله، كيف أنكر وهذا مذكور في القرآن؟ قال: طيب وقوله تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. قلت: ماني فاهمك. قال: بعلمك. نظر للأرض فترة وكأنه لسه يفكر، هل يقول هل أنا أستحق أني أدري؟ وبعدين قال وعينه ما زالت في الأرض: أنا إنسان أحب المساجد، كل ما شفت مسجد قديم ولا مهدم أو مهجور أفكر فيه، أفكر في أيام كان الناس يصلون فيه، وأقول تلقى المسجد الحين مشتاق للصلاة،
تلقاها الحين يحن لذكر الله. أحس إنه والهان على التسبيح والتهليل، يتمنى لو آية تهز جدرانه. وأفكر يمكن يمر وقت الأذان وتلقى المئذنة مشتاقة تتمنى تنادي حي على الصلاة. وأحس إن المسجد يشعر إنه غريب بين المساجد، يتمنى ركعة سجدة. أحس بحزن في القبلة تتمنى لا إله إلا الله. ولو عابر سبيل يقول الله أكبر وبعدين يقرأ الحمد لله رب العالمين. أقول في نفسي والله لا طفي شوقك، والله لا عيد فيك أيامك. أقوم أنزل وصلي ركعتين لله وأقرأ فيه جزء من القرآن. لا تقول غريب فعلي، لكني والله أحب المساجد. أدمع عيني، نظرت في الأرض مثله لجل ما يلاحظها، من كلامه، من إحساسه، من أسلوبه، من فعله العجيب، من رجل تعلق قلبه بالمساجد. ما لقيت كلام ينقال، واكتفيت بكلمة الله يجزاك الخير. بدأ خالي يدق لي بوري يستعجلني، قمت وسلمت عليه، قلت له لا تنساني من صالح دعاك. وأنا خارج من المسجد قال وعينه ما زالت في الأرض. تدري وش أدعي دائما وأنا خارج؟ طالعت فيه وأنا أفكر ود أن الزمن يطول وأنا طالع فيه. من كان هذا فعله كيف يكون دعاء؟ وما كنت أتوقع أبدا هذا الدعاء. ما انتظر ردي وقال اللهم 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 إن كنت تعلم أني آنست هذا المسجد بذكرك العظيم وقرآنك الكريم لوجهك يا رحيم، فآنس وحشة أبي في قبره وأنت أرحم الراحمين. وقتها نزل الدمع من عيني غصب، وما عاد كل حياة الدنيا ممكن يقدر يخبيه. أي شاب هذا وأي بر بالوالدين، ليتني مثله، أو حتى ليت لي ولد مثله. كيف رباه أبوه؟ أي تربية، وعلى أي شيء نربي حنا عيالنا. اكتشفت أني مقصر للغاية مع أبوي الله يرحمه، وكم من المقصرين بيننا مع والديهم سواء كانوا أحياء أو أموات. أحيانا أشوف بعض الشباب يوم تيجي صلاة الجنازة أو وقت دفن الأب أو الأم، أشوفهم يبكون بحرقة ويرفعوا يدهم بالدعاء والدموع تجري على الخد، وبكى يقطع نياط القلوب. أنظر لهم وأنا أفكر هل هم برر بوالدهم أو والدتهم لهالدرجة، ولا هذا البكاء محاولة لتعويض ما فاتهم من برهم بوالديهم، ولا إنهم الآن فقط شعروا بالمعنى الحقيقي لكلمة أب أو كلمة أم. تأملوا في قوله تعالى إن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا أخي، يلي أبوك أو أمك لو صحاك من النوم قلت أف، ولو أرسلوك مشوار قلت أف. لو الأب أو الأم قالوا للبنت يا بنت ما يصير تلبسين هالملابس قالت أف. وينكم عن هذا التوجيه الإلهي؟ فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. للأسف من الأشياء اللي تدمي القلب إن نسمع البعض يقولوا أبوي أسوأ أب في العالم، ولا أمي دقة قديمة تبيني أعيش في زمنها. الله أكبر، شوفوا كيف قست القلوب وتبدلت الرحمة. والله عز وجل يقول واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يا أخي، أبوك وأمك
والله تعبوا في تربيتك، والله تعبوا. حرام تجحد فضلهم وكل سنين تعبهم علشان موقف هم يبون لك فيها الخير. ولو لحظة جحود أو كلمة أف، ثق والله إنك حتسقيهم مرارة مستحيل تعرف حجمها إلا إذا كنت أب.